السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنرى بإذن الله عرض الجيش على أبي سفيان، إسلام أبي قحافة، دخول مكة، شعار المسلمين يوم فتح مكة، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فابقوا معنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. عرض الجيش على أبي سفيان. قال: ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم؟ ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة؟ حتى نفذت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: ما لي ولبني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. قال الحارث بن حلزة اليشكري: ثم حجرا أعني ابن أم قطام، وله فارسية خضراء، يعني الكتيبة. وهذا البيت في قصيدة له. وقال حسن بن ثابت الأنصاري: لما رأى بدرا تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من بل الخزرج. وهذا البيت في أبيات لو قد كتبناها في أشعار يوم بدر. قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحرق من الحديد. فقال: سبحان الله، يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قال: قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قال: قلت: أن جاء إلى قومك، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحمية الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طول وقف على راحلته معتجلا بشقة برد حبرة حمراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل. إسلام أبي قحافة. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طول، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية، أظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه، فقال: أي بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلا ومدبرا. قال: أي بنية، ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. قالت: فقال: قد والله إذا دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته. قالت: وفي عنق الجارية طوق من ورق، فتلقاه رجل فيقتطعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد في المسند، قاله شعيب الأرناؤوط والحاكم في المستدرك، وأقره فيه الذهبي وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، وإسحاق بن راهويه في مسنده، وأبو يعلى في المسند. قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت؟ قالت: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم، فأسلم. قالت: فدخل أبي بكر وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله الإسلام طوق أختي. فلم يجب أحد. فقال: أي أخيه، احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم قليل. دخول مكة. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كوذا، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدائن. قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدا حين وجه داخلا قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فسمعها رجل من المهاجرين. قال ابن هشام: هو عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، اسمع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وفي سيرته. قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخرة حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له هناك قبته. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وكانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا، وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلح منه. فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وأله، وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد نوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر، وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أسرم حليف بني منقذ، وكان في خيل خالد بن الوليد، فشد عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا. قتل خنيس بن خالد قبل كرز بن جابر، فجعله كرز بن جابر بين رجليه، ثم قاتل عنه حتى قتل وهو يرتجز ويقول: قد علمت صفراء من بني فهر، نقية الوجه نقية الصدر، لأضربن اليوم عن أبي صخر. قال ابن هشام: وكان خنيس يكنى أبا صخر. قال ابن هشام: خنيس بن خالد من خزاعة. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن بكر قال: وأصيب من جهينة سلمة بن الميلى من خيل خالد بن الوليد، وأصيب من المشركين ناس قريب من 12 رجلا أو 13 رجلا، ثم انهزموا، فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي علي بابي. قالت: فأينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيس خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله كالموتمة، وتروى للرعاش الهذلي. شعار المسلمين يوم فتح مكة. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحنين والطائف شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم؟ قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلا من قتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت ستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد أخو بني عامر بن لؤي، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه قد كان أسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فارتد مشركا راجعا إلى قريش، ففر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه للرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يطمئن الناس وأهل مكة، فاستأمن له، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا ثم قال: نعم. فلما انصرف عنه عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه: لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار: فهل أومأت إلي يا رسول الله؟ قال: إن النبي لا يقتل بالإشارة. قال ابن هشام: ثم أسلم بعد، فولوا عمر بن الخطاب بعد أعماله، ثم ولوا عثمان بن عفان بعد عمر.
قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب إنما أمر بقتله أنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا، وأمر المولى أن يذبح له تيسا فيصنع له طعاما، فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان، فرتنا وصاحبتها، وكانت تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه. والحويرث بن نقيب بن وهب بن عبد بن قصي، وكان ممن يؤذيه بمكة. قال ابن هشام: وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بهما المدينة، فنخس بهما الحويرث بن نقيب فرمى بهما إلى الأرض. قال ابن إسحاق: ومقياس بن صبابة، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لقتل الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ، ورجوعه إلى قريش مشركا. وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وعكرمة بن أبي جهل، وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة. فأما عكرمة فهرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فاستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي، اشتركا في دمه. وأما مقياس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه، فقالت أخت مقياس في قتله: لعمري لقد أخزى نميلة رهطه، وفجع أضياف الشتاء بمقياس، فلله عينا من رأى مثل مقياس، إذا النفساء أصبحت لم تخرس. وأما قينة بن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى، حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأمنها. وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها، ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحويرث بن نقيب فقتله علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت عنده بيرة بن أبي وهب المخزومي. قالت: فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير من حديث أم هانئ. قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الحرم. هذا ما سنراه في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر